سأل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسؤال: أنت عايز إيه من الفلاح يا سيادة الوزير؟ عايز إيه؟ الدولة لن تدعم القطن وعلى الفلاحين ضمان تسويقه. الدولة لا تدعم القطن. يا سيادة الوزير، بس عايز أقول لحضرتك حاجة يعني، وأقول لسيادة الرئيس برضو: يا فندم، إحنا قطن طويل التيلة أو المصحف، وحياة ربنا إحنا دولة، أحسن دولة في العالم بتنتج قطن اسمه طويل التيلة. لما تيجي وتقول لي ان الدوله لن تدعم محصول القطن خلال موسم الزراعي القادم سواء للمزارع او للمغازل، داعيا للفلاحين الراغبين في زراعه القطن طويل التيله او متوسط طويل التيله الى ضمان تسويقه قبل زراعته. ازاي؟ فين دور الدوله؟ مش هنا يا عم. انا اتعلمت بسبب بذره القطن، كل جيلي اتعلم بسبب بذره القطن، بسبب لوزه القطن، وربنا ما انتوا فاهمين حاجه، واقسم بالله ما انتوا فاهمين حاجه. اللي انتوا بتعملوا ده خراب. عارفين يعني ايه خراب؟ لما يكون انت عندك الدوله الوحيده في العالم المتفرده عندها قط اسمه قط طويل التيله، انتوا جايين تكحلوها ولا جايين تعموها ولا جايين تبوظوها ولا جايين تعملوا ايه؟ ما كده حضرتك مش فاهم يعني ايه فلاح، ومش فاهم يعني ايه تدافع عن الفلاح، ومش فاهم يعني ايه تدعم الفلاح. تمشي، ما تقعدش. انا مش دعوه بقى انت كنت في حمله السيسي ولا مش كنت، مش بقيال المساله. انا بتكلم على الدوله. انت ده اسوأ قرار اخدته حكومه محلب، وخدوا يعني اسوأ من اول ما السيسي مسك في 6/7 ولا 7/7/2014. اسوأ قرار يؤخذ او اسوأ قرار يتم تمريره، وعلى رئيس الجمهوريه انه يراجع هذا القرار ويدعم صناعه القطن في مصر، ويدعم زراعه القطن في مصر. الله، انتوا مش فاهمين يعني ايه فلاح، وربنا ما انتوا فاهمين. وبحلف تاني وربنا، عارفين احنا عاملين زي ايه؟ زي ما جه الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه قال لك الخصخصه. ساعه ما قال الخصخصه جرايد الحكومه كله طلع يدافع عن الخصخصه. ايوه لازم تتخصخص، ايوه لازم البنك ده بايظ، ايوه لازم الشركه دي بايظه، لازم. عملنا ايه دلوقتي؟ كله نهار، كله نهار يا فندم. انت مش كل قراراتك تاخدها صح. واذا كان الرئيس السيسي موافق على هذا القرار، ده قرار خطأ 100%. قرار يعني يدمر بلد. مش ممكن يكون واحد بيطلع قرار زي ده، مش ممكن. انت الدولة المتفردة في العالم في هذا الامر، وبعدين تيجي تقول لي ايه على بقى؟ انا يا راجل اروح ازرع فدان قط، تقول لي عليا ان انا اسوقه وعليا ان انا مش عارف ايه اعمله قبل. هسوقه فين؟ هو انا اللي هصدر للصين؟ انا اللي هصدر لكوريا؟ انا اللي هصدر لامريكا؟ ها؟ انا اللي هعمل ايه؟ انتوا هتخلوا الفلاح يلحس البلاط، وربنا هيلحس البلاط بعد شويه. حرام اللي انتوا بتعملوه ده اذا الله بلاط اصلا. انتوا بتعملوا ايه في الفلاح؟ عايزين منه ايه تاني؟ اكل، وبقى بياكل من البتاع الصناعي، بتاع ده عيش بقى بياكلوا من الفرن، اراضي ما بتتزرعش، ميه مش لاقي. انتوا عايزين منه ايه تاني؟ وبعدين ما يجي يزرع حاجه يا راجل، واقسم بالله العظيم احنا كنا بنجيب القميص والبنطلون بتوع السنه من القط. ابويا مجوز اخواتي من القط، عمده البلد مجوز ولاده من القط. اجعص واحد في اي بلد في اي قريه ما كانش يقدر يبقى معاه قرش الا في موسم القط. ده الفلاح اللي هو الفلاح الجامد اللي كان بيزرع فدانين قط، الفلاح المحترم المعتبر، الفلاح اللي نقدر نقول عليه صاحب عزوه، اللي كان بيزرع اكبر ارض فيها قط. طب دمرها في ال 30 سنه اللي فاتوا ولا 40 سنه اللي فاتوا، اتدمرت الصناعه واتدمر المحصول بتاع القط. تيجي انت وهيسوق لك مبررات بنت كلب. والله هيقول لك ايه بقى؟ واضاف البلتاجي ان زراعه القطن الخاصه طويل التيله مكلفه جدا يا حلاوه، ولم يعد هناك اقبال عليه في الاسواق الدوليه ولا المحليه. عافر عافر يا اخي، ده انت بلدك دي ده اهم محصول. عافر. امال نزرع ايه؟ فراوله؟ هتزرع لي فراوله؟
هنزرع ايه يعني؟ بتنجان؟ هو دول اللي انتوا جايين حكومه ودوله وجايه بعد ثورتين وجايه تقول لي الفلاح اللي يزرع قطه انا ماليش دعوه بيه. انتوا بتتكلموا ازاي ولا تفكروا ازاي ولا بتعملوا؟ ما تشوفوا الاسباب ايه؟ انهيار انت عايز ايه على الجاهز؟ تمشوا على الجاهز؟ تجيبوا الفلاح كده على الجاهز؟ عايزين تعملوا ايه تاني؟ عايزين ما يبقاش في ولا فلاح في البلد؟ مشيرة لأن كثير مصرية لم تعد تشتري القط رغم ضغوط الدولة بعد حصولهم على أقطان أخرى رخيصة ورفع كفاءة الأقطان قصيرة التيلة لمستوى الأقطان طويلة التيلة. حث وزير الزراعة الفلاحين الالتزام بإرشادات وتعليمات الوزارة. هو فين الإرشادات وتعليمات الوزارة دي؟ إرشادات إيه؟ يا راجل ده مش لاقيين لا سماد ولا لاقيين مية ولا الواحد مش عايز يتكلم، وأقسم بالله الواحد عايز يتكلم. ده الفلاح عاد بيركب الحمار بالعافيه، وربنا عاد بيركب الحمار بالعافيه. عايزين ايه منه تاني؟ ما عادش لا قشطه ولا جبنه ولا زبده ولا بتاع ولا الفلاح زمان لما كان يكون عنده جاموسه هكلمكم بايه بس؟ ويروح يحلبها كده بالليل ويشرب له شويه لبن ويوم الصبح ياكل له حته جبنه وقشطه بتاع، تلاقي الفلاح يهد جبل. دلوقتي الفلاح لا حول له ولا قوه، نفسيته تعبت. تيجي تقول لي والنبي لو انت عايز تزرع قطن سوقه بمعرفتك. معرفه مين يا عم انت؟ اصله مكلف. ده انت تراهن، ده انت ترجع. الكل بيتكلم في حلويات المولد. رجع الايام زي ما كانت، رجع الايام يا راجل. اعمل بصمه اهو، اعمل بصمه يا راجل، اعمل حاجه على الاقل. لما تسيب الوزاره نقول ده الراجل ده كافح، قال للقطن ارجع يا قطن، رجع القطن زي ما كان قطن. مش تيجي تقول لي الفلاح تاني. هقول لي بس ما هو مش هيقول قرار زي ده لما يكون رئيس الجمهوريه عارفه. وده من اسوأ القرارات اللي اتخذت سياده الرئيس، من اسوأ القرارات الثانيه اللي اتخذت. انتوا بتذبحوا الفلاح وربنا بتذبحوا الفلاح. ما بتقضوا على حاجه اسمها فلاح. انا مش معني بالمقابلات والحاجات ونضحك ونهزر ونجيب حاجات من هنا وقلنا هنا لا مش معني بده. نجيب حاجات في الفضائيات هنا ونفضل عندك مشكله في القط، عندك مشكله في الزراعه، عندك مشكله في البتاع، طب ومغازل يا راجل؟ ده انت كنت رقم واحد في الغزل. ده انت كان عندك كفر الزيات وكان عندك المحله الكبرى وكلام. ازاي يا راجل؟ امال انت ايه؟ عايزين نجيب هدومنا على الجاز وملابسنا على الجاز وطننا على الجاز ليه؟ وليه تعمل لي مع البيبه الامريكي؟ ليه؟ البيبه الامريكي اللي طالع بعديه اللي بيسرق القط بتاعنا تسيبه ليه؟ البيبه الامريكي يجي لي لحد هنا. الله، لا اله الا الله. انا مش فاهم حد يهمني تاني ولا ايه ولا ايه؟ حذر من ان يدخل الفلاح في مغامره ويكلف نفسه تكاليف عاليه في زراعه محصول مثل القطن او غيره دون ضمان تسويقه والحصول على مقابل وتعويض خسائره، لافتا لتقلص كميات استخدام القطن المصري في العالم نتيجه تطوير الصناعه واستخراج كميات غزه اكثر من القطن قصير التيره الاقل سعرا من القطن المصري. اوضح الوزير ان الوزاره تسعى حاليا. يا راجل وزاره مين بقى يا راجل؟ يا راجل اقفلوها وروحوا بقى يا راجل، واقسم بالله اقفلوها وروحوا يا راجل. اقعدوا جنب بتوع التشجير اللي انتوا مقبضينهم 40 جنيه لحد سنه 2007 ولحد ما انتوا مش عارفين ياخدوا ولا مليم يا راجل. يا لهوي على وزاره الزراعه واللي في وزاره الزراعه واللي بيحكموا وزاره الزراعه. دوله بلا خطه، والله العظيم دوله فاشله في عمليه الزراعه بلا خطه. قالها رئيس الوزراء، قال احنا ما عندناش خطه زراعيه. قالها. يقعدوا على جنب بقى، مش عايز يشتغل يقعد على جنب. يا لهوي على القطن. نورت يا قطن النيل، يا حلاوه عليك يا جميل. يخرب بيت الايام دي. ده الواحد والله العظيم الواحد لو سمع الاغنيه دي وهو في الشارع بيعيط. واقسم بالله اما تشوف الاستاذ محمود المليجي في فيلم الارض وبيجر البتاع بتاع عندكم البتاع ده يا اولاد، بيجر البتاع القطن كده وهو ده فيلم الارض يا اخوانا.